نتجاوزوا الموجات السلبيه اللي يعديوها لنا. ثقافه مزيانه وتفكير مزيان برشا. كما قلت لكم انا شخصيا اول المستفيدين من الافكار اللي باش نتعرضوا لها اليوم في ذا مورنينغ شو. اما بيان سور قبل هذا الكل تعودنا انه كمال يذكرنا باللي عملناه في الحصص الفارطه في طريق النجاح ولا في سلسله النجاح. دونك عندك الميكرو كمال، فكرنا اشني عملنا البريود اللي فاتت. يعطيك الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نفكر الساده المستمعين للساعه اللي احنا قاعدين نقدموا في سلسله سميناها معنا سلسله طريق النجاح. في المحطه الاولى حكينا على تعريف النجاح وقلنا اللي هو الجهد المتواصل والمتصاعد المبذول من اجل تحقيق اهدافنا، يعني النجاح هو ديناميكيه تحسن مستمره. في المحطه الثانيه واللي اخترنا لها عنوان لا يوجد فشل، قلنا في الحصه هذه اللي المحاولات الغير صائبه نحطوها في رصيد الخبرات والتجارب، يعني عمرك ما تحكم على روحك بالفشل. الفشل هو مجرد حدث معناها عابر في حياتنا نتعداو عليه، ماهوش صفه يتصف بها الانسان. ومن بعد تعدينا المحطه الثالثه وتحدثنا على قدرات الانسان وقلنا هالقدرات نتاعنا راهي ماهيش محدوده كما يتخيل البعض، اما زاده ماهيش في وضع استخدام عند الناس الكل، وقد تختفي وراء ركام من الشك والخوف، وحان الوقت باش نكتشفوا قدراتنا اللامحدوده ونستعملوها. وفي الحصه الفارطه استضفنا الاخت نجاح المره الاولى وحكينا على الاصرار والعزيمه. في الحصه هذه قلنا الاصرار هو وقود النجاح، وللاصرار يخليك تعمل وكأن الفشل مستحيل، والفشل عمرك ما تحطه من بين الخيارات المطروحه. واليوم ان شاء الله قطار النجاح باش يقف بينا في محطه جديده، المحطه الخامسه، واللي باش نحكيو اليوم على التفكير الايجابي. واحنا لاحظنا ولا عندنا برشا تفكير سلبي في مجتمعنا. هات نقفوا ونحاول نغيروا نظرتنا للاشياء، هات بالحق نحاول نبدلوا طريقه تفكيرنا، هات نحاول نتخلصوا من اي حاجه قاعده ترجع فينا بالتوالي. التحلي بصفه الايجابيه هي شيء اساسي في طريق النجاح، بل اكثر من هكا. الايجابيه هي الخط الفاصل بين انك تكون شخص عادي والا شخص متميز. يعطيك الصحة يا كمال. تقريبا حكينا على أغلب ما حكينا فيه البريود اللي فاتت. التفكير الإيجابي محطة من محطات القطار اللي باش يصير فينا نحو النجاح، وإن شاء الله حياتكم الكلها نجاح وكلها إنجازات. بيصير أول حاجة ديما نبدأ بها اللي هي التعريفات، ونبدأ بيك يا نجاح. كانت تعرفنا التفكير الإيجابي إشني هو؟ التفكير الإيجابي يقال أنه التفاؤل، يعني مربوط بالتفاؤل. قيل أنه أيضا بداية الطريق للنجاح ومفتاح للسعادة، يعني ديما النجاح والسعادة مربوطين ببعضهم. نحن الحياة ما يش إنجازات بركة، حاجتنا زادة باش نعيشوا حياة صحية ونفسية مرتاحة ومتوازنة ونكونوا حياة سعيدة. إبراهيم فقيه عرف التفكير الإيجابي على أنه مصدر قوة ومصدر حرية أيضا. مصدر قوة لأنه يساعدك على التفكير في الحل حتى تجده، وبذلك تزداد مهارة وثقة وقوة. ومصدر حرية لأنك ستتحرر من معاناة وآلام سحب التفكير السلبي وآثاره. أما أنا حسب يعني تطبيقاتي للتفكير الإيجابي وتعاملي مع التفكير الإيجابي، نقول أنه التفكير الإيجابي يجعل العامل به يأخذ قرارات صحيحة ويبني أحكام صحيحة ويشعر وقتها بمشاعر إيجابية ويتصرف مدفوعا بها إلى سلوكيات إيجابية تقوده نحو تواصل جيد مع الذات مع الآخرين وتقوده نحو تحقيق الأهداف والنجاح والسعادة. يعطيك الصحة نجاح على التعريف متاعك. كمال فماش تعريف آخر للتفكير الإيجابي؟ جانب آخر ما ذكرتوش نجاح؟ فما جانب آخر نحب نتحدث عليه هنا ونقول في القرآن الكريم يعني فما برشا آيات تحدث عن التفكر والتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ونقرأ ياسر أفلا يتدبرون أفلا يعقلون، والعديد من الآيات اللي تدعو للتفكير. وكأن فما دعوة باش نفهموا الحاجات اللي تدور حولنا. يقول صلاح الراشد اللي 5% يصنعون ما يحدث، و15% يشاهدون ما يحدث، و80% لا يعرفون ما الذي يحدث. تو باش نحكيو علميا. تقول جامعة الطب في سان فرانسيسكو اللي عملت بحث عام 1988 واستنتجت اللي الإنسان يوميا يستقبل 60,000 فكرة. بمجرد أنه يفكر في الفكرة هذه يتحلوا ملفات عقلية اللي عندهم صلة بالفكرة اللي فكرنا فيها. مثال كي نقول لك فكر في المدرسة، باش تفكر المعلمين، باش تفكر الأصدقاء، باش تفكر الذكريات الإيجابية والسلبية. والشيء الخطير اللي من بعد الأخت نجاح باش تعمق فيه إن شاء الله
اللي احنا يوميا نستقبلوا، العقل نتاعنا يستقبل 60,000 فكرة، و80% من 60,000 فكرة هذه هو سلبي، وباش يسبب لنا 75% من الأمراض، كيف القرحة، كيف السكتة القلبية عافانا عافاكم الله، كيف ضغط الدم. معناها الحكاية الكل إنه إنسان يقعد وحده يفكر يمرض وما يستحق مساعدة من حتى إنسان. ألور هذه دعوة باش احنا نراقبوا أفكارنا وننتقيوا أحسن الأفكار، يعني نلاحظوا أفكارنا خاطرها باش تحول تركيز، ونلاحظوا كيف تركيزنا خاطر باش يتحول إحساس، وإحساسنا يتحول سلوك، وبعد سلوكنا يتحول لعادات، والعادات هي اللي باش تشكل الواقع نتاعنا. يعني كل فكرة احنا باش نفكروا فيها بطريقة واعية، العقل الباطن نتاعنا باش يتعامل معها وكأنها حقيقة، يعني يصدقها ويأكدها ويدعمها. يعني انت تختار الفكرة، ثم هالفكرة هذه شنو يصير؟ تنتشر وتتسع من نفس نوعها، سواء كانت إيجابية وإلا سلبية، كما بالضبط كما كرة الثلج كي تهبط من الجبل، تبدأ صغيرة وبعد تمشي وتكبر بشوية بشوية. يعني العقل الباطن نتاعنا يمثلوه بالبستان، يقول لك كل فكرة تزرعها يرجعها لك في شكل ثمرة أو في شكل نتائج نعيشوها في الواقع نتاعنا. يعني نردوا بالنا مليح من أفكارنا. هذاك علاش يقول لك راهو الشخص اللي يزرع بذور الفشل عمره ما يتمكن انه يحصد ثمار النجاح. تو نحب نعطي تعريفي انا الخاص للتفكير الايجابي. يقول لك التفكير الايجابي هو انك تركز على الايجابيات في كل موقف بدلا من السلبيات، يعني انك تحسن ظنك اول حاجه بنفسك وبالناس وبربي، وتحسن التعامل مع تحديات الحياه من اجل انك توصل لاهدافك وتحقق سعادتك في الدنيا وفي الاخره. نحب نختم في التعريف قصه صغيره صارت المدرب العالمي المعروف الامريكي زيغ زيغلر. يقول لك بينما معناها كان يستنى في المطار، يستنى في الطياره نتاعو باش يسافر، جات المضيفه في المطار واعلمت المسافرين، قالت لهم راهي الطياره باش تاخر 4 سوايع. المسافرين كما العاده اللي تغشش واللي تقلق واللي كذا واللي بدا يقول كيفاش وما يصيرش هكا، هو الوحيد اللي بدا مبتسم وفرحان وشايخ. جاو سالوه قالوا له كيفاش انت الوحيد اللي معناها ما تاسفتش؟ قال شوف، اول حاجه انا عندي تقرير نحب نكمله وما لقيتش فرصه، وفرصتي في ال4 ساعات باش نكمل التقرير نتاعي. ثاني حاجه انا عندي سنوات ما لقيتش وقت فراغ اني باش نتمتع به مع روحي، وهذه فرصتي باش نتمتع باش نعدي وقت الفراغ هذا. وثالث حاجه اللي هي اهم واكبر، يقول لك مادام الرحله تاخرت يعني فما زوج اسباب، وبيان باش تكون الطياره اون بان، وبيان واحد من لي بيلوت مريض وحالته الصحيه مش لك الكل. يعني وانا بصراحه في الحالتين زوز هذوما ماذا بيا كي ما نسافرش خير من اللي نسافر. حسب التعريفات اللي سمعتهم زوز، يعني التفكير الإيجابي عنده دور مهم في سعادة الإنسان، في إنجازاته وبيان سور في الحاجات في حياته العملية. لكن لهنا أنا كمواطن عادي نعرف الإيجابية حاجة باهية والسلبية زادة حاجة خايبة، لكن شنو تنجم تضيف لي الصفة هذية في حياتي وشنو انعكاساتها عليا بيان سور ولا على اللي دايرين بيا؟ سؤال موجه لك نجاح. مهم ياسر السؤال هذايا. احنا ننطلقوا من نقطة انه التفكير يحدد المصير. لو كنا نعرف تقولي انت شنو مصير كامل، يعني تفكير باش يحدد لي مصير كامل، اقولك ايه؟ يقولك راقب افكارك لانها ستصبح كلمات، راقب كلماتك لانها ستصبح افعال، راقب افعالك لانها ستصبح عادات، راقب عاداتك لأنها ستكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. يعني كنشوفوا الانطلاق كان منين؟ كان من التفكير. نفسروا شنو معناتها، هي سلسلة متواصلة. شنو اللي خلانا نوصل للمصير؟ أول حاجة التفكير. تفكير أنا كيف باش نفكر بحاجة سلبية سواء في ذاتي في نفسي، يعني باش نقول كلام سلبي لنفسي، وإلا باش نظن في الناس ظن سلبي، ولا باش نتوقع نتيجة سلبية للحاجة اللي أنا نحب نوصل لها. إذا كان فكرت بطريقة سلبية باش تنتج لي، باش نولي نقول كلمة سلبية. أنا جات الفكرة في بالي فنولي نقول يا أنا فاشل، يا الناس الشخص هذاك ما يحبنيش، يا الشخص هذاك قاعد ناويلي على حاجة خايبة، يا نقول انا ما ظهر لي كان باش ننجح في الحكايه هذه وزايد نقدم، فتخطر لي فكره سلبيه. اول ما تخطر لي فكره سلبيه باش نترجمها الى كلام، باش نقول نحكي مع روحي كلام سلبي، من بعدها باش يترجم لي الشيء هذاك باش يخليني نحس بمشاعر سلبيه، باش يخليني نحس بمشاعر سلبيه، باش نحس يا بخوف، يا بانقباض في الصدر، يا بقلق،
نوصل معناتها نبقى رق فنولي مانيش على قد بعضي، نجم نكون نتعامل على حسب الافتراض المسبق اللي انا ظنيته. مثلا لو نقولوا اني ظنيت في شخص انه هو يترصد لي في حاجه خايبه، فانا باش نتعامل معاه على الافتراضي انا اللي انا افترضته في مخي، مش على الواقع متاعه ولا حقيقته هو. نجم يكون هو متقلق من حاجه اخرى، فانا بنيت افتراض انه هو متقلق مني انا وعملته على افتراضي انا، ونكون انا مثلا ما سلمتش عليه ولا عملته بجفاء تام، فهنا يحدث تصدع في العلاقه. علاش؟ بناء على الافتراض المسبق اللي انا افترضته سلبي، فهنا يولي دونك مشاعري سلبيه، والمشاعر السلبيه ذيك باش تخرج لي سلوك سلبي سواء مع نفسي او مع الحدث نفسه او مع الشخص نفسه. ومن بعدين اذا كان السلوك هذاك باش نكرره باش يولي لي عاده، وتولي لي عاده سلبيه. والعاده السلبيه اذا كانت تتكرر وهي على نقولوا عاده، يعني انا مش تولي لي في طبعي، فتولي شخصيتي هكاكا. نولي اذا كاني انا يعني مش نولي مثلا تعودت على اني التسويف مثلا، نينا ديما نأجل، فتولي شخصيتي الطبع الاساسي اني انا مسوف. حتى الناس تولي تفقد مصداقيتها معايا، تقولي لا انت ما نعرفوك ديما تأجل، فيولي كأنه هذيك هي شخصية فلانية راهي هكا وهكا. شخصيتك بالطبيعة من بعد هي إذا كان أنت باش تتصرف على سلوك معين، باش تتصرف على عادات معين، الكلها في الآخر باش تحكم لك مصيرك. إذا لهنا نشوفوا أهمية التفكير. كما قال الأستاذ كمال أنه الإنسان ينتج ما بين 60,000 و 70,000 فكرة في اليوم. والدراسة اللي عملتها سان فرانسيسكو في الثمانينات اللي تقول أنه التفكير السلبي 80% من نسبة تفكيرنا تفكير سلبي، يعني 80% من نسبة الكلام هذا الكبير اللي نقولوه لرواحنا والتفكير اللي نحكيوه لرواحنا كله سلبي. فتخيلوا لو النسبة هذه غيرناها للإيجابي، يعني 80% تفكير سلبي، كان نجموا نحن غيروها بطريقة إيجابية. تقولي أنت المستمع مثلا يقولي زعما ممكن، طيب إذا كانوا احنا هذه دراسة وتفكيرنا سلبي وكذا، كيفاش زعما ممكن باش نجم انا نبدلها بطريقه ايجابيه؟ حاجه الاخرى انه نشوفوا لاحظوا مرض العصر نتاعنا هو الاكتئاب، ديبرسيون. اكثريه الناس يعني حتى تبدا ساعات تبدا ناجح في خدمته كذا، لكنه من كثر الضغوطات، من كثر الواحد في يحس بضغط كبير وتسارع في يعني معنا نسق الاحداث وكذا، وخاصه الاحداث اللي تعيشها البلاد، ومعناتها الكل شيء اثر علينا بطريقه سلبيه. وبرشا الناس وصلت للديبرسيون. انا اصلا يجوني استشارات شخصيه ديما يقولوا لي كيفاش هاني وصلت للديبرسيون ما نجمتش كذا. فهنا اكثريه معناتها الكثير شوفوا التفكير السلبي يوصل امراض نفسيه، وحتى الامراض يوصل حتى ياثر لنا حتى على الجسد بطريقه سلبيه ويمرضنا حتى صحيا. الانسان هذه معلومه طبيه باش نعطيها، الانسان عنده 300,000 خليه سرطانيه نائمه تنتظر التنشيط. كل انسان ربي خلقنا حط لنا 300,000 خليه سرطانيه نائمه تنتظر التنشيط. التفكير السلبي احنا عندنا المناعه باش الكريات البيضاء هي اللي تخلينا تحمينا من الامراض، لكن التفكير السلبي يكسر الكريات البيضاء التي تقتل الخلايا السرطانيه. يعني اذا كان تصوروا الخطوره متاع التفكير السلبي، الشخص اللي مدمن على التفكير السلبي، فالتفكير السلبي نجم يؤدي به الى عافانا وعافاكم الله الى امراض سرطانيه وذبحات صدريه الى غير ذلك. يعني فهنا 300,000 خليه سرطانيه نائمه، التفكير السلبي ينشطها لانه يكسر الكريات البيضاء. فهنا ردوا بالنا من خطوره التفكير السلبي، وان شاء الله تنعطيكم راهو فما من ايسوش. وصحيح فما ضغوطات، وصحيح لافي ماهيش لافي اون غوز، لكن فما كل واحد ونظرته وتحكمه للمشاعر نتاعو والافكار، نجموا نتحكموا في طريقه تفكيرنا، وهنا نجموا نوصلوا للسعاده وللنجاح. اكيد ان شاء الله نتمنوا لكل المستمعين السعاده والنجاح. كمان من الافكار لتحديد المصير، من انه التفكير السلبي ممكن يؤدي الامراض يعني معناها سرطانيه، عافانا وعافاكم الله. مدى اهميته في حياتنا؟ يعني لهنا تكمن اهميه التفكير الايجابي في حياتنا. انت شنو ترى في الموضوع هذا؟ يعطيك الصحة. أنا نحب نقول ساعة فما قولة شهيرة تقول لك لا شيء أقوى من فكرة حان قطافها.
يعني كل شيء في حياتنا إيمان يبدأ بفكرة. نشوفوا احنا حتى الثورة في بلادنا بدأت بفكرة، الهاتف بدأ بفكرة، الحاسوب بدأ بفكرة، السيارة كيف بدأت بفكرة. يعني الإنجازات الكل والنجاحات العظيمة اللي حققها الإنسان ديما تبدأ بفكرة. يعني لو كان مش الفكرة ذيك انه شخص في يوم من الايام فكر بطريقة معينة ما كانتش حياتنا بالطريقة هذه، راهي كانت مختلفة. وفي السياق هذا يقول جيمس آلان، يقول أنت اليوم حيث أتت بك أفكار الأمس، وستكون غدا حيث تأخذك أفكار اليوم. يعني ما فما حتى شيء في حياتنا يخلينا نفكروا بطريقة سلبية، ما فماش حتى سبب. المدرب والمفكر الأمريكي وين داير كتب كتاب اسمه المبادئ العشرة للنجاح والسلام الداخلي. من بين المبادئ اللي يحكي عليها مبدأ اسمه لا يوجد استياء مبرر. يعني ما فما حتى شيء في الدنيا يستاهل باش نفكروا بطريقة سلبية. احنا دائما يمكننا ديما احنا قادرين باش نبداو بداية جديدة، سواء فشلنا في مشروع ولا فشلنا في علاقة ولا فشلنا في اي حاجة، ديما قادرين باش نبداو بداية جديدة. وقد تكون البداية الجديدة هذه افضل من البداية الاولى. وتصديقا للكلام هذا معناه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا لمؤمن، إذا أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يعني في الحالتين الزوز ديما أمر المؤمن راهو كله خير. لازمنا نعرفوا اللي الطريقة اللي نشوفوا بها الأحداث واللي نشوفوا بها الأشياء عندها أهمية أكبر من الحدث في حد ذاته. يعني احنا في حصة من الحصص حكينا على المؤثر الخارجي والاستجابة. قلنا الناس الكل نتعرضوا في حياتنا لمؤثرات خارجية، وبعد كل مؤثر خارجي احنا باش نختاروا الاستجابة نتاعنا كيفاش. يعني فما انسان يختار استجابة ايجابية والاحداث اللي باش تصير من بعدها الكل ايجابية، وفما شخص يختار استجابة سلبية من نوع انه يشتكي ولا يلوم ولا يقول ما حقهمش عملوا لي ولا ما حقهمش كذا. يعني الانسان باش يبقى الانسان هذا سلبي باش يبقى في دائرة المشاكل. يعني ما ينجم يخرج من دائرة المشكل لدائرة الحل إلا ما يغير الطريقة اللي يفكر بها. نقولوا اللي فما بين الناس فما اختلافات صغيرة واختلافات كبيرة. الاختلافات الصغيرة تتمثل في نظرتهم للأشياء، أما الاختلافات الكبيرة والأهم هل أنه هالنظرة هذه هي إيجابية ولا سلبية. تحدثت نجاح على المظاهر نتاع التفكير السلبي، ونحب نحكي شوية على مزايا والمنافع نتاع التفكير الإيجابي. نرجعوا لقانون الجذب اللي هو ديما يبقى ريفيرونس عنا احنا، اللي خلاصته انه الحاجات الموجودة في حياتنا من صحة ولا ثروة ولا نجاح ولا انجازات هي نتيجة لعالمنا الداخلي بما فيه من افكار ومن احاسيس. يعني مش ممكن انسان يولي ثري ماديا ولا يحسن صحته الا اذا كان افكاره وتركيزه واحاسيسه هي احاسيس نتاع ثروة واحاسيس نتاع صحة. تلقى انسان وبرسك الناس كلها احنا نحب نوليو لاباس علينا في فلوسنا في كذا، لكن تركيزنا على الخصاصة، تركيزنا على الوضعية السلبية، وهالاشياء اللي ماهيش ماشية كيف ما هو يحب معناها تلقاها مركز عليها. يعني انت اذا تركز على السلبي باش تكتشف اللي هالسلبي هذا قاعد يزيد في حياتك. يعني ما تركز عليه يزداد ويكثر. اختار عشان هو تركز تو تلقاه يزيد في حياتك ويكبر اكثر. نحب نحكي على كتاب مهم كتبه نابليون هيل، كتب كتاب عام 1938 اسمه Think and Grow Rich، يعني فكر تصبح غنيا. الكتاب هذا مازال الى حد الان معنا ريفيرونس للمفكرين تاع التنمية البشرية. في الكتاب هذا تحدث على العلاقة الكبيرة بين افكارنا وبين الثروة. يقول لك عمرك ما تولي غني الا ما داخليا تكون عندك احاسيس تاع ثروة. الو لازمنا نكونوا واثقين ومتاكدين اللي افكارنا هي اللي تخلي صحتنا جيدة، اللي افكارنا هي اللي تخلي واقعنا جيد، افكارنا تخلي نغيروا واقعنا من الايجابي للسلبي. من السلبي للايجابي. من السلبي للايجابي. يعطيك الصحة نجاح. يعطيك الصحة يا كمال. دونك حسب ما قالوا زوز مدربين اللي بحذايا كمال ونجاح قالوا يعني في تلخيص للتفكير الإيجابي يعني هو التعامل مع تحديات الحياة بنظرة إيجابية بيان سور، وإلا أن نتغلبوا عليهم بطريقة تبني ما تهدمش. التفكير ما يعنيش أن نتجنبوا ولا نتجاهلوا الأشياء اللي ما تروقلناش وإلا اللي تقلقنا، بل بالعكس تقتضي أن نتعاملوا مع المواقف السلبية والتعامل مع الأشخاص
اللي بيان سور ما تجلبلناش السعاده، لكن نحاولوا نتعاملوا معاهم بكل ايجابيه. بيان سور زاده تكوين نظره ايجابيه عن الذات وعلى القدرات اللي فيها يعتبر زاده من اهم خصائص الفكر الايجابي. باش نحكيوا على الجانب الاخر اللي هو الجانب السلبي، علاش وكيفاش، لكن بيان سور بعد ما نعملوا ترتيحه موسيقى وانا راجعين. قول ما بقول رح خلي عذابي طول، يمكن اتحمل على طول، يمكن رح اقول اتحمل على طول، يمكن رح اقول بقول ما بقول رح خلي عذابي طول، يمكن اتحمل على طول، يمكن رح اقول الحلاني يقولكم قول ما بقول، وانا نقولكم قولوا ديما اللي احنا ايجابيين، احنا قادرين نحققوا اهدافنا، احنا قادرين ان نتجاوزوا كل الصعوبات، واحنا قادرين ان نصنعوا نجاحنا. هذا مساجي لكم اليوم. نكملوا مع الموضوع متاعنا، وقلنا باش ننتقلوا للجانب الاخر من بكري نجاح. قلت لي فما تقريبا 80% من تفكيرنا هو تفكير سلبي. علاش كيفاش نجموا نفسروا الحاجه هذيا؟ وبيان سور زاد نحكيو شويه على مصادر التفكير السلبي، منين يجينا التفكير السلبي.
مشكورة أختي مان. نحن نشوفوا كي نشوفوا نسبة 80% معناها من تفكيرنا تفكير سلبي، نوليو نتسائلوا ساعة هي نسبة يعني صادمة شوية نوعا ما، نقولوا علاش زعما التفكير متاعنا تفكير في معظمه تفكير سلبي، ومنين جانا هالتفكير السلبي هذا، من شنو يجي؟ إبراهيم فقيه سمى 5 مصادر أساسية اللي هي خلتنا ساهمت في أنه نفكروا بطريقة سلبية. ال5 مصادر هذوما، أول حاجة هي الأسرة. يقول المستمع كيفاش الأسرة؟ نحن من صغرتنا التفكير السلبي ما عمره ما كان عند الإنسان. يعني الإنسان كي يتولد ما يتولدش بتفكير، ما عندوش تفكير سلبي يعني من الدنيا. فشنو اللي يخليه يفكر بطريقة سلبية؟ هو أول حاجة التربية اللي يترباها الصغرى. إذا كان الوالدين يعني هو حتى كل ما هو مربوط، مثلا إذا كان احنا اليوم نشوفوا نتائجنا، إذا كان اليوم ما عندناش ثقة فينا أنفسنا، إذا كان اليوم نشكوا في قدراتنا، إذا كان اليوم ما نعرفوش نخطوا لحياتنا، إذا كان اليوم نشكيو من صعوبة في التواصل مع الناس، عنا انطوائية أو عنا عنف زائد يخلينا ما نفهموش رواحنا، ما نفهموش الناس اللي حوالينا، مش عارفين نوصلوا لأهدافنا. هذا الكل كالنتائج هذه اللي وصلنا لها هي نتيجة تربيتنا في السابق. فيبداو الوالدين من اللي هو صغير يجي باش يعمل لك الحاجه، يقولوا له ما تنجمش، ما تعملش، خلي تو نعملها انا عليك، انت ما تعرفش تعملها، انا تو نعملها عليك. فيولي هنا يعلموه التواكل، يعلموه الاعتماديه، ما يخليوهش يعتمد على نفسه. حاجه ثانيه ديما يعلموه الخوف. مثلا يجي باش يشد حاجه، لا عايش ولدي، لا ورد بالك تشد هذيك الحاجه، ورد بالك تشق الكياس، ورد بالك. فما نوع من الوالدين اللي خوفهم زائد على ابنائهم، فيوليوا يحبوا يحميوهم من كل شيء، لين يخليهم ما يعرفوش يحافظوا على يعني انه يكونوا اكثر صلابه في مواجهه الحياه. يعني بالحق الأسرة لهنا دورها كبير. إذا كان الوالدين يقولوا له لا وحاول وتنجم، مثلا ساعات الطفل كيف ما ينجحش في حاجة يجيب نوت خايبة، يجيوا الأولياء يتعسفوا عليه، وكيفاش جبت المعدل هذايا ومش معقول عليك، وينجموا يعاقبوه وينجموا يحرموه من أشياء، فيخليوه عايش في خوف من الامتحان، خوف من كذا. فيولي ثم تلامذة متميزين في قرايتهم، ورغم ذلك ما عندهمش يعني قدرة على، ما عندهمش ثقة في أنفسهم، فيوليوا ينجموا يتعرضوا للنسيان، ينجموا الخوف يمنع برشا حاجات. فهنا هما برمجوهم على الخوف، يعني برمجوهم على حاجة سلبية ويخليهم ديما يفكروا بطريقة سلبية. إذا قلنا أول حاجة الأسرة، بعدها تجي المدرسة. نقول له المدرسة هو نظام التعليمي بصفة عامة متواصل حتى للجامعة. يعني تو تشوف حتى طلبة، يعني كيف تلقى معناتها طلبة معناتها ثم شكون معناتها يلقاه كل عام يعديه معناتها ب3 أعوام ب4 أعوام. يعني المدرسة تساهم برشا في أنها حتى تنقص لك قدراتك. تجي أنت مثلا باش تسأل سؤال ولا كذا، فتلقى الأستاذ ولا تلقى المعلم يقول لك اسكت انت ما تعرف حد شيء، اسكت انت كذا ما تفهمش، فيصفوه بالغباء، يصفوه بكذا، فيولي يتراجع ويولي يكره حتى التعلم ويشك حتى في قدراته. يعني احنا حتى كنجي نشوفوا الذكاء انواع. ينجم يكون هو في الذكاء المنطقي اللي هو متاع الحساب ما يعرفش يحسب، لكنه هو في حاجات اخرى متميز. فهنا احنا نركزوا برشا على اذا كانوا هو ونركزوا برشا على النتائج المدرسيه، لكنه ينجم يكون الطفل هذاك عنده مواهب اخرى، فانت كي قمعته شككته في قدراته فخليته سايي ما عادش عارف روحه هو شنو عنده من قدرات. وديما نركزوا على نقاط الضعف، هذه المساله الاساسيه اللي خلتنا نوصلوا. ديما ركز على نقاط ضعفك، انت كذا انت كذا انت كذا. فالتركيز على نقاط الضعف هو يزيد يخليك تشعر اكثر باحباط ويخليك تفكر اكثر بطريقه سلبيه. بعد المدرسه تجي الاصدقاء، راقب بالناس اصحابك اللي تنتقيهم شكون هما. يقول لك حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب ساحب، والصاحب ساحب ما يشكونش في امور الدين والدنيا، ما يشكونش في امور الدين، لكن الصاحب ساحب. حتى انت اذا كان صاحبة ناس معناتها عندهم اهداف في حياتهم ويحبوا يوصلوا لها، فاكيد راهم باش يعطيوك باش ينقلوا لك عاداتهم الايجابيه.
اذا كان صاحبة ناس معناتها مش عاطين اهميه للقرايه ولا مش عاطين اهميه لحياتهم ويعديوا في وقت ديما يقول لك هات نقتلوا الوقت، هات نضيعوا الوقت، معناتها مخهم بالحق تحس به فارغ وديما تفكيرهم سلبي، فباش يعديوك بالسلبيه نتاعهم. وديما انت تجي تعمل حاجه حتى ولو انت مؤمن شويه هكا عندك شويه ايمان داخلي بنفسك، فديما يقولوا لك لوح عليك راك ما تنجمش راك كذا، انت تبدا عندك حلمه تحب توصل لها لوح عليك والله انت بلا حكايه فارغه، انت تونس تنجم تعمل فيها حاجه. فتولي اذا كان راك عندك نوع من الاصحاب هذوما راهو احذر احذر احذر، راهم باش يعديوك بالطباع السلبيه نتاعهم وباش يشكلوك في قدراتك وباش يخليوك ديما في مقارنه سلبيه مع سواء مع بهم هما او بناس اخرين فيحبطوك وينقلوا لك السلبيه نتاعهم. بعد الاصدقاء عندنا الاعلام هنشوفوا حتى يعني صحيح احنا الاعلام قبل الثوره كان يعني يمجد في يعني يغطي في الحقائق ويجعل يعني يخلينا ديما لاهيين في امور اخرى خارج على اللي يصير في البلاد. صحيح يعني لاهي فينا بامور نتاع يعني بعيده على كوره شويه موسيقى شويه كذا مهرجانات فيبعدنا على الواقع، لكن زاد تويكا حسيت معناتها نشوفوا ان الاعلام تويكا مساهم زاد ديما نحكيو على الارهاب، تركيز على الارهاب، فالتركيز على الاحداث السلبيه يخلينا احنا زاد راهو الشيء اللي تسمعه اللي تدمن انك تسمعه، فتولي انت بدك يحول لك يعني انت مركز. لهنا نحكيو على قانون التركيز، قانون من قوانين العقل الباطن، اذا كان كل شيء ركزت عليه راهو باش يزيد يتكاثر وباش يزيد يبرمجك. فاذا كان ركزت على السلبي، اذا كان ركزت على انك تسمع ديما اخبار سلبيه، خاصة يعني إذا كان ركزت على حديثك الكل سلبي فتأكد أنه تفكيرك سلبي. بعد الإعلام شوفوا هنا نعاودوا الأسرة والمدرسة والأصدقاء والإعلام، تجي آخر حاجة أنت نفسك. كي نشوفوا الخمس مصادر هذوما يعني الأربع مصادر مؤثرات خارجية، والمؤثر الوحيد المصدر الآخر هو نفسك، أنت نفسك. فاحنا نجموا لهنا ما تنجمش تغير اسرتك، تقول انا يا خويا عائلتي هكاكا كيفاش باش ما نجم نبدلها. صحيح ما تنجمش تغير العالم من حولك، الاعلام هكاكا ما تنجمش تسيطر عليه، الاصدقاء بتتر تنجم عندك قدره انك انت تنتقي اصدقائك، البقيه ما تنجمش، المدرسه على غالب هكاكا تبرمجت صحيح، لكن انت لهنا عندك سلطه كان على نفسك. فسلطك على نفسك حتى نرجعوا للآية القرآنية لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كان نحلوا الآية هذه نلقاو اللي تغييرك انت راهو ما يغيروا إلا بتغيير نفسك. غير نفسك، كيفاش باش تغير نفسك؟ أول حاجة المنطلق، شوف أفكارك كيفاش قاعد تفكر. تقولي أنا تبرمجت تربيت هكاكا تربية سلبية، به أنا الأوان أنك انت تويكا ناضج وتشوف وتفكر وشفت النتائج اللي انت وصلت لها، دونك انت تنجم تعاود تتحكم، انت المسؤولة الوحيدة على افكارك، فانت تعاود تتحكم في افكارك. نقولوا اني الان اللي يحصل لنا تويكا ادراك، خاصة اللي يسمعوا فينا تويكا، شوفوا النتائج اللي وصلنا لها، راهو الكلنا وصلنا لها يعني ما ثماش نتيجة بلاش سبب. فاللي وصلنا له اللي مش راضي على حياته توا راجع روحك فتلقى النتائج به، ما تقعدش مركز تويكا على النتائج، راجع للسبب الرئيسي. انا نقول لك راهو السبب الرئيسي راهو الافكار نتاعك. فهنا تويكا عندك انت ادراك جديد انك انت المسؤول الاول على جنيته تويكا، سواء من صعوبات سواء من ازمات نفسيه انت تمر بها توا، سواء من ازمات صحيه، فانت المسؤول عليها باش انك انت تفكيرك هو اللي يوصلك الشيء هذايا. نحن وضعنا انفسنا في هذه الدائره يعني اذا احنا ما نحن الا نتائج تفكيرنا الخاطئ. اذا هنا بدايه التصحيح المسار تاع حياتنا هو انه ادركنا ادراك صحيح، انه الادراك صحيح هو نصف الطريق الصحيح للتغيير ونحو ما نريد ونحو الافضل. نختم بمقوله سامحوني على الاطاله، احد علماء الهندسه النفسيه قال في استطاعتنا في كل لحظه تغيير ماضينا ومستقبلنا وذلك باعاده برمجه حاضرنا. دونك حسب اللي كنت نسمع فيه، العقل البشري عباره على ديسك دور احنا قاعدين نغذيو فيه باللي بروجرام، يعني بالبرامج اللي نحطوها، واكيد اغلب البرامج اللي احنا اتعدت علينا اغلبها هي كانت سلبيه. الي طون دو فير لو فورماتاج، لازمنا نفرمتوا كل شيء ونبداو من الاول وجديد، نبداو انطلاقه جديده، نخرجوا من دائره السلبي وننطلقوا نحو دائره الايجابي. واكيد الوصايا للتفكير الايجابي باش يعطيهم لنا سي كمال توا، يعني الوصايا تقريبا في مجملها وقع حصرها في 10 وصايا
وسائل التفكير للانطلاق نحو التفكير الإيجابي. دونك عندك الميكرو سي كمال. يعطيك الصحة. احنا بعد ما عملنا الفورماتاج كما حكيت اختي مان باش نصبوا تو بروجرام جديد فيه 10 وصايا مهمين برشا. اول حاجة واهم حاجة، خلي ديما عندك رغبة مشتعلة. الرغبة هذه باش تكون هي الوقود نتاع الفعل، يعني خلي حماسك ديما متجدد، جدد حماسك باستمرار، وركز ديما على هدف اللي تحب توصل له. الوصية الثانية هي القرار القاطع. خلي ديما عندك قرار قاطع. راهو النجاح هو نية ماهوش أمنية، والفرق بين النية والأمنية هي الأكسيون. الوصية الثالثة هي انك تتحمل مسؤولية حياتك، يعني ديما قول انا المسؤول على عقلي، يعني انا المسؤول على نتائج افعالي. انت اللي فكرت وانت اللي قررت، يعني الموجود في حياتك اليوم انت المسؤول عليه، وتغييره للافضل كيف انت المسؤول عليه. الوصية الرابعة هي الادراك. خليك مدرك وواعي لحظة بلحظة شنو قاعد صاير في داخلك في الاحداث اللي حولك. الادراك كما قالت الاخت نجاح هو 50% من التغيير، يعني ما تنجم تغير حاجة إلا ما تكون مدرك للسلبيات نتاعها. الوصية الخامسة هي تحديد الأهداف. خلي عندك أهداف واضحة، خلي عندك رؤية واضحة وين تحب توصل. واحنا الكل نعرفوا ان العالم الكل يفسح الطريق للشخص اللي يعرف مليح شنو هو الهدف نتاعو. الوصية السادسة هي الوقت الإيجابي، يعني ما تحدثش على قتل الوقت، ما تحدثش على تضييع الوقت، وإنما تكلم وتحدث على استثمار الوقت. يعني عبي وقتك الكل بالاشياء الايجابيه اللي تفرحك واللي تقربك ديما الاهداف نتاعك. وراي اللحظه اللي ما تكونش فيها سعيد راي لحظه ضاعت من عمرك، واللحظه اللي تضيع كما نعرفوا ما عادش ترجع. الوصيه السابعه هي الايحاءات الايجابيه. ديما احكي على روحك بالايجابي، ديما قول انا نجم، ديما قول انا نستطيع، ديما قول انا ممتاز، ديما قول انا احسن مخلوق عند ربي. خلي ديما ايحاءات، وخاصه كلامك على روحك خليه كلام ايجابي. اذا انت ما تحكيش على روحك بالايجابي باش ننتظر الناس باش يحكيوا عليك بالباهي. الور الوصيه الثامنه هي التنميه الذاتيه. طور روحك، حسن مهاراتك، اقرا ديما كتب تنميه بشريه، احضر محاضرات، اسمع برنامجنا ذايا مورنينج شو، يعني ديما طور روحك. المهم خليك ديما كل يوم احسن من نهار اللي قبله. ما تحاولش تقارن روحك بالناس، وانما قارن نفسك بنفسك. خليك ديما احسن من نهار اللي قبله. الوصيه التاسعه هي السكون والتامل. ديما اعطي روحك وقت يوميا للمديتاسيون والسكون والهدوء باش تجدد الطاقه نتاعك. ما تخليش ديما الادوار اللي تلعبها في الحياه، سواء كنت اب ولا ام ولا موظف، ولا الادوار تشغلك وتبعدك على روحك. ديما اعطي وقت لروحك، شويه سكون شويه تامل. واحنا عندنا في الدين الاسلامي مع الخشوع في الصلاه هو نوع من المديتاسيون يجدد لنا الطاقه نتاعنا. الوصيه العاشره هي النشاطات اليوميه الايجابيه. شوف حياتنا ايام، يقول لك اذا ذهب يومنا ذهب بعضنا. وكيف ما نعرف القولة الشهيرة نتاع حسن البصري يقول كل يوم يصبح فيه المرء يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. هذوما الوصايا العشر اللي اخترناها لكم في التفكير الإيجابي، إن شاء الله يكونوا عجبوكم. دونك بروجرام جديد اكيد تبرمجنا عليه الناس الكل، فسخنا اللي فات الكل، صفحه جديده وبدايه جديده وانطلاقه جديده باش نبداو بها الناس الكل بالنصائح اللي يعطاهم لنا كمال. لكن في خضم هذا الكل بين الايجابيه والتفاؤل والحياه لا في اون روز كما ديما نقولوها، لكن في طريقنا ديما يعرضونا الناس السلبيين، ديما يرجعونا بالتوالي. ديما الاحداث السلبيه اكيد حاجه طبيعيه تعترضنا كل يوم في الحياه. كيفاش نجموا نحافظوا على الطاقة هذه اللي خذيناها الكل؟ كيفاش نجموا نحافظوا عليها في خضم مسيرتنا، يعني في خضم تاريخ حياتنا اللي قاعدين نكتبوا فيه؟ سؤال حلو منك أختي إيمان. أنا نحب نريح الناس، نقول لهم ما نستطيع تغييره نغيره، وما لم نستطع نتكيف معه ونتأقلم ونتعايش معه. هذه هي القاعده بتاع التفكير الايجابي. برشا ناس تظن انه التفكير الايجابي يقول لك معناتها شنو انت تقول لي تفكير ايجابي يا اخي، معناتها تحبني ديما نضحك، يعني انا انه هاني نولي مانيش نورمال، هاني نولي بارد في احساسي، انا معناتها كي يصير لي حدث سلبي نقعد نضحك، معناتها انا كيف ما نوصلش حاجه نحب عليها نبقى هكاك ما نحسش ما نشعرش، ما فما تفاعل مع الاحداث. كيفاش نجم انا ما نتوترش؟ كيفاش نجم انا ما معناتها نقول نبقى هكاك معناتها ما ثم تفاعل يصير طبيعي. معناتها لا شعوري انا باش نحزن على حدث سيء باش يصير لي، ولا انا باش نتقلق وقت اللي ما نوصلش لحاجه نحب عليها. انا نقول كما قلنا احنا بكري ذكرنا الخمس مصادر اللي ثبت لنا التفكير السلبي هذايا. نحن شفنا اللي هما يتقسموا معناتها 4 منهم
من الخمس مصادر هذوما عندك 4 منهم هما من البيئة الخارجية، جايين من البيئة الخارجية. البيئة الخارجية اللي هي نعاودوا نذكروهم الأسرة والمدرسة والأصدقاء والإعلام، هذوما بيئة خارجية. المصدر الآخر هو أنت نفسك، دونك البيئة الداخلية. شوفوا كي نشوفوا احنا هنا 4 مصادر خارجية مع مصدر وحيد اللي هو أنت نفسك. مصادر خارجية ما تنجمش تبدلها، هي حاجة خارجة عليك، لكن أنت الوحيد قلنا اللي عنده سلطة على نفسك هو أنت. فهنا أنت ما تخليش روحك متفاعل سلبي مع الأحداث، خلي روحك متفاعل إيجابي. كيفاش تكون متفاعل إيجابي مع الأحداث؟ الوالدين إذا كانوا هم محبطين يحبطوا فينا ما نجموش نبدلوهم، إذا كان لكن علينا باش نتعلموا كيفاش نسمعوا الرسالة السلبية، سواء من الوالدين، سواء من الأصحاب، سواء من الناس اللي يكيدون لنا شرا. الرسالة السلبية هذه نسمعوها بآذاننا لا بقلوبنا. في الأثناء نفسه كيفاش يعني أنا مثلا أنا تويكا جيت وواحد جا قال لي حب هكا يبرتوربيني، يعرف هو شنو قدراتي، يعرفني اللي انا متميزه، فهو غاير مني ولا هو حاسدني، فيجي يقول لي انت ما تنجمش تعمل الحكايه هذيك، ولا انت تنشوفك شنو باش تعمل مثلا، نوع من اي كلمه استفزازيه. هو قصده انه يستفزك باش يبرتوربيك، باش يخليك تدخل بعضك. فما شكون اللي كي يسمع حكايه كنا كي ينجم يسوبرتورب، يولي يرجع يشك في نفسه، يقول زعما وتاثر فيه، وبالحق يتبلوكا وما ينجمش يعمل حتى شيء. ابراهيم الفقي يجاوبوا النوع نتاع الناس هذوما، يقول لهم ديما رايك فيا لم ولن يدل علي. فوالا. لكن الصلابه وين؟ وقت اللي هو يقول لك الكلمه سلبيه ما تحساش بقلبك، اعمل واقي، حجاب واقع على قلبك، اسمعها بوذنك، دخلها من الوذن هذه، خرجها من الوذن الاخرى، وفي الاثناء ارسل رساله ايجابيه لنفسك. هو ارسل لك رساله سلبيه، اذا كان انت سمعتها باحساسك وبقلبك، فباش ترسلها لعقلك وباش تصدقها وباش تولي يوصل الهدف نتاعو اللي يحب يعطلك على مسارك ويفسد لك ليموغ نتاعك بليتو. لكن انت كيف تسمعها بوذنك وتخرجها من الوذن الاخرى، وفي الاثناء ترسل رساله ايجابيه وتقول لا انا ننجم، تقول عكسها تماما، وتشغل وتقول روحك في الوقت هذاك اللي هو قاعد يقول لك في كلام سلبي تقول عكسه تماما، كلام مشجع لنفسك، فهنا تكون تخطيت. هذه حاجه. ثم قاعده، هنالك قاعده اللي هي 10-90 او 90-10 كما تحب تسميها. القاعده هذه شنية؟ يقول لك الاحداث كي يجيو شوفوا فما احداث، احنا نتعاملوا مع احداث، الاحداث هي تشكل 10% فقط، الاحداث الخارجه عنا هي 10% فقط من الاحداث اللي هي خارجه علينا، لكن احنا 90% تحكمها ردود افعالنا، وردود افعالنا هي اللي تحكم في حياتنا كامله. فهنا اذا كان انا وصلت نتحكم في ردة فعلي تجاه الحدث نفسه، فهنا نكون امتلكت طبقت القاعدة متاع 90-10، وصلت لحياة نفسية متوازنة، وعرفت نحسن نفسي تجاه أي مساج سلبي يتعدالي. دونك لهنا باش نفتح قوس لهنا يعني على مسألة التحكم في الغضب، ولا مسألة إدارة ضغوطات الحياة بصفة عامة. لهنا كان نعطيه أكثر توضيح كيفاش نجموا نتعاملوا مع المسألة هذه، خاطر مسألة خطيرة ونتعرضوا لها تقريبا في كل لحظة في حياتنا. دونك كيفاش نجم تكون إدارتنا للضغط اللي نتعرضوا له يوميا. به أنا هيت نحكي قصة باش نفهموا أكثر. إبراهيم فقيه حكى على قصة، مثلا قال لك زوز يخدموا في واحد متاع بيتزا، يصنع بيتزا فاست فود. النهار من نهارات جاء المدير قرر انه يطردهم زوز. به هو حدث سلبي هذايا. تو باش نشوف القاعده نتاع 10-90 كيفاش هما تعاملوا بها. الاولاني اللي هو الايجابي، الشخص الايجابي قال هي فرصه، ما خداش الامر بطريقه سلبيه، وقال به هذه فرصه باش انا نشوف شنو انا جملت كفلوس من الخدمه هذه مع الخبره نتاعي، وقيد تويكا باش نحل مشروعي الخاص، نعتمد على نفسي، مش ضروري نبقى ديما نخدم في معناتها في محل يعني مش متاعي، هات نعمل مشروعي الخاص. وإفكتيفمون يعني بقى يخدم ويحوش في الفلوس كما نقولوا، حتى ما عمل في الاخر مشروعه الخاص. الاخر
غزار الحكاية على أنها طريق معناتها موقف سلبي صار له، حدث سلبي وشاف كأنها مصيبة صارت له وانزواه ومرض نفسانيا وشد الدار وقرر أنه قرر أنه ما عادش يخدم في حتى محل متاع بيتزا، وفتالي أيش وبقى هكاكا مع بطال. يعني حتى كي يجي يرجع حتى لينو فاولوا الفلوس الكل ورجع الزيرو باش يعاود يكون حياته من جديد كأنه ما خدمش وكأنه ما عملش حتى خبرة. فهنا نشوفوا لهنا انه بالحق الزاويه متاع النظر هي اللي تختلف. اذا كان انا غزرت ركزت كان تركيزي على الحل مش على المشكل، هنا نولي نجم نتجاوز التحديات. يعني تفكير ايجابي يظهر اكثر في التحديات. اذا كان انا وصلت التحديات نتعامل معها بطريقه ايجابيه وتركيزي يكون على الحل وديما نحفز ذاتي، التحفيز الذاتي اهم من التحفيز الخارجي، فهنا نجم نوصل للشيء اللي نحب عليه من غير ما ياثر فيا حتى شيء بطريقه سلبيه. يعطيك الصحه يا نجاح. تو نمشيو العمليا كمال، نجيك عمليا كيفاش نجموا نكتسبوا المهارة هذية حسب، يعني ما نعرفش إذا كان هي مهارة ولا مش مهارة، لكن أنا ريتا حسب حكيتوا مهارة نجموا نكتسبوها. أكيد ما تولدتش فينا بجهل أو بغير جهل على أساس المحيط اللي داير بينا، لكن في مرحلة معينة يلزمنا نكتسبوها، يلزم